للاخر، وبالورقه والقلم وبالارقام، وكل واحد يتلفت حواليه ويشوف الدنيا عامله ايه. وهقول لك كمان على المشاكل اللي ممكن تسبب فيها ال- الخلطه اذا كان فيها مشاكل، وازاي نتجنبها. يعني الخلطه ممتازه ومضمونه وعن تجربه، والحمد لله زي ما بقولك كده انا ماشيه عليها. وبالذات دلوقتي بقى لما الدنيا غليت كده والعلف غلي، فبقت هي البديل الوحيد، وما شاء الله ما بتأثرش خالص. يعني مش انا مثلا هاكلهم حاجه تخليهم يخسوا او يجيبوا ورا، لا، ما شاء الله بالعكس بيبقى وزنهم حلو جدا، اضعاف ما بياكلوا العلف. والله لو اكلتيهم علف، الوصفه دي بتديكي ضعف ضعف الوزن بتاعهم لو هم بياكلوا علف صافي. ندخل في الموضوع بقى ونتكلم مع بعض بالراحه كده وبالارقام. الخلطه انا بعملها ازاي؟ احنا دول مثلا 10 فرخات، انت بقى اضربي في اكتر لما يكون عندك اكتر، تمام؟ بس هنقول هنقيس ب10